مرح زمانك ويا زماني، عمري اللي فات ما حيرجع تاني. مرح زمانك ويا زماني. وانا كل ما ده اقعد اسمع عمري اللي فات ما هيرجع تاني، عمري اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني، هيرجع. في راديو زمان كل اللي فات هيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. زمان وكان يا مكان. صوت العرب من القاهرة يقدم أحلام في دنيا الأقدار. أحلام في دنيا الأقدار كتبها للإذاعة محمد عبد السميع أبو النصر. الموسيقى التصويرية محمد نوح. أحلام في دنيا الأقدار، إخراج محمود فتح الله. المأذون وصل يا جماعة. يا فين عروستنا يا ام احلام؟ ايوه يا حاج، ايوه حاضر. ايه في ايه؟ انت مستعجل على ايه؟ مش لما العروسه تجهز؟ انا عارفه بس هي اتاخرت كده ليه؟ دي بقالها 4 ساعات في اوضتها. شوفيها يا ام احلام، يلا يا ام العروسه، احسن العريس مستعجل. حاضر انا رايحه ده اهو. يلا يا بنات بسرعة بسرعة يا بنات، كفاية كده، يلا شهلوا كل الوقت ده ولسه بتزوقوها. ايه ده يا طنط؟ اقفلي الباب احسن الناس في الصالة عينيها هتطلع على العروسة. خلاص يا ماما، انا عارفة بس انتوا مستعجلين على ايه. بكرة تعرفوا انت. ايوه والنبي يا احلام فعلا البيت من غيرك مش هيبقى له حس. ما هو البركة بقى في محمد اخويا يا ماما. محمد حسرة، هو فين؟ ده حتى الواحد ناسي شكله. يعني طول الليل والنهار يا حبة عيني في شغله. ما هم ضباط شغلهم كده يا طنط، الله يكون في عونهم. القصد الله يكون في عون اللي معاهم دول، مهما كان لهم بيوت وعيال وكلهم محتاجينهم. انما نقول ايه بقى يا ولاد؟ رسالة ولازم يأدوها، رسالة قبل ما تكون وظيفة. الله بطلوا كلام بقى، هو ده وقته. يلا افتحوا المروحة، الجو نار والمكياج هيسيح يا ماما. يلا بقى خلاص شاهلوا يا ولاد، اما شوف بقى المعازيم بره في الصالة. ها يلا وانتي احلام 5 دقايق بالكتير وتحصلين. حاضر. يا أحلام، أخيرا حلمنا اتحقق وتخرجنا. أنا بصراحة مش مصدق نفسي.
الأستاذ مجدي المحامي. يافطة كده عريضة، نقد وجواز وطلاق. ولا أقول لك لا خلاص أنا آسف، بلاش الطلاق دي. طب ده النص الأولاني والنص التاني. النص التاني. أيوة أنت قصدك النص التاني؟ ها؟ أيوة. النص التاني بقى. أنت بقى نرفزتني. لا أنا ما أقدرش أنرفزك خالص. افتكرت، أكيد تقصدي نلحق نسجل أسامينا في نقابة المحامين. ها؟ نعم، هو ده اللي عندك؟ اه حاضر. ده بقى معناه يا أستاذ إنك أنت من سكة وأنا من سكة. لا تعالي هنا تعالي هنا، دي غلطة مطبعية يا ستي، غلطة مطبعية خلاص. أنا قصدي نقابة الأحوال الشخصية. أيوة كده، يحيى الجبني. ايه ده؟ هو انت لسه نايم وحاطط ايدك على خدك؟ يا حول الله يا ربي، انت يا ابني دموعك على خدك ليه بس؟ كفل الشر. لا يا ماما مفيش حاجة، أنا بس كنت يعني كنت ايه بس؟ هو يا ابني اللي خلقها ما خلقش غيرها. جرى ايه يا مجدي؟ ده نصيب يا ابني. طبعا نصيب يا أمي، نصيب، هي دي الكلمة اللي بتريح. يلا يا ابني يلا، بلاش شغل صغار. قوم البس عشان تروح تبارك لأم أحلام. دول مهما كانوا جيران والناس لبعضيها، أو حتى على الأقل تبارك لمحمد أخوها. ناسي إنه حبيبك وصاحبك. ماما لو سمحتي، أنا لا هبارك ولا هعمل أي حاجة، خلاص أنا مش عايز أشوف أي حد فيهم. هو حد كان عمل فيك حاجة يا ابني منهم؟ ولا حتى خبطت على باب البنت طلبت ايدها؟ اما مالكش حق يا مجدي. اقول لك على كيفك، اخد انا ايمان اختك معايا واروح على راحتك يا ابني. لا دي زعلة كبيرة قوي يا خالد. معقولة تتأخر عليا في يوم زي ده؟ جرى ايه يا شفات؟ انت عايزني اتجوز بدلك ولا ايه؟ لا مش للدرجة دي. انا خلاص سلمتك للناس الطيبين دول وعملت اللي عليا يا ابني. ده فتح في عينينا يا امين يا اخويا، ده انت راجل بتاع ربنا. علشان كده انا اخدت الاحلام بنتي من وشك من غير حتى ما اسال عليه. امال ده الجواب يبان من عنوانه. دي 10 سنين بينا في المصلحه يا حاج احمد يا اخويا. ربنا يديم المعروف يا سيدي. امال فين عروستنا ست الكل؟ ها اتاخرت كده ليه؟ يا جماعه الوقت ازف يا سيد احمد. هي فين العروسه؟ احنا ورانا اشغال ومستعجلين والله. يا سيدنا المأذون استنى شويه، ده حتى يكونوا جهزوا لنا العشاء. اذا كانت المساله كده يبقى في العجله الندامه. الو يا مصر. ايوه معاكي مكتب مخدرات اسكندريه. اشاره مليني يا سيدي. ها، الرائد محمد الفضالي اجازه دوريه لمده 5 ايام. شكرا يا سيدي. ايوه ادخل. تمام يا محمد بيه، سعادة المدير وافق على 5 ايام اجازة لسيادتك. شكرا يا شويش محفوظ. يا وش الخير انت، دي الاجازة دي الواحد بيستناها من السنة للسنة. تروح وترجع بالسلامة يا بيه، بس اوعى تنسانا في كحك العروسة الهاني مختك. بطل رغي يا راجل يا عجوز، خلاص انا اتأخرت على الفرح، سيبني انزل. بقول لك ايه، ايوه لما يجي النقيب انور من المعاينة سلم له الظرف ده ضروري يا عم محفوظ.
عيب عيب يا عم مصباح، سرك كبير ملوش قرار. انت الوحيد اللي برتاح لك يا حسنين، عشان كده قلت لازم نعمله حساب كل حاجة. ها ده بقى صنف جديد والعملية كبيرة والباشا نفسه نازل فيها. السلام، حد يصدق ان البضاعة تتخزن جنب الحكومة؟ عيني عينك كده. ما هو ده الامان يا علا، الحكومة دايما تدور على المستخبي. ده غير بقى ان صاحبنا كده خلاص تحت نظرنا في الرايحة وفي الجاية. تقصد الضابط محمد بتاع المخدرات؟ الله الله، سمي يا جدع لا يطلع لينا. انا عارف حاططنا ليه كده في دماغه. لا وايه ب7 أرواح. خلاص يا عم مصباح، ما هو بقى ابو نسب. نسبنا الحكومة وبقينا قرايب. لا وايه، الواد فتحي قيمة وسيمة وقايم بالدور صح. ما هو احنا كنا اولى بالسبوبة دي يا عم مصباح، مش كنا احنا اتجوزنا ونسبنا حضرة الضابط؟ لا 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 لا، فتحي برضو واد مرسوم وميكانيكي كلام، وهو ده بقى اللي بيسموه الجواز السياسي. يالا عادي وزبور. ومنه يبقى عينه على الضابط اخوها. لا وانت الصادق، ده غير انه حبيب الباشا الكبير. شكرا سمان بيه. يعني احلام يا حبيبتي، اخوك اتاخر قوي، محوله مش هيحضر كتاب اخته؟ لا يا فتحي يا ابني ما تشيلش همه، الغايب حجته معاه. اكيد عنده شغل ايه بس في يوم فرح اخته؟ معلش الله يكون في عونه. ايوه كده. ده اكيد محمد. يلا جهزي العشاء يا ام احلام، محمد وصل. السلام عليكم. الف مبروك. محمد ايه ده؟ ايه مالك؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا جماعه، مفيش حاجه. ايه ده؟ مجرد جرح بسيط. ايه في ايه؟ جرح بسيط؟ وريني ده الدم نازل من دماغك. جرى ايه يا كابتن محمد؟ معقوله كان عندك شغل دلوقتي وفي اجازتك كمان؟ طب اقعد واحكي لنا ايه بس اللي حصل. مفيش اي كلام الا لما تحضروا العشاء، ده انا ميت من الجوع. مش معقول ابقى رئيس شؤون العاملين في المصلحة ولاقي كل التعيينات المؤقتة دي حواليا وانا اخر من يعلم. الحقيقة يا فندم الموضوع اتفضل يا فندي على مكتبك وإشارة التحية هتوصلك. جرى ايه يا امين يا اخويا؟ مالك شايل عبد القادر النهارده؟ ده انا سامع زعيقك موصل لمكتبي. اهلا يا حاج احمد، اهلا اهلا يا ابو نسب. اعمل ايه بس يا راجل؟ هو انت خليت فيها ابو نسب بقى؟ ده انت اخدت بعضك ومشيت قبل حتى ما ينكتب الكتاب. ما هو انت عارف يا حاج احمد الروماتيزم مبهدلني وملياش في السهر. المهم تكونوا مبسوطين. كفاية عايزة انام. لا ده انت كسلانة بشكل.
يا انا حاسه بصداع فظيع. فتحي، هي الساعه كام دلوقتي؟ احنا مالنا ومال الساعة؟ صباحية مباركة يا ست الكل. اسكت بقى لحسن انا معرفتش انام طول الليل. صحيح يا فتحي، قولي انت كل شوية كنت بتصحى وتقوم زي ما تكون قلقان في حاجة؟ ده انت مركزة معايا قوي. كل ما في الموضوع حبيبتي اني ما كنتش مصدق نفسي، مش مصدق ان القمر الجميل ده بقى جنبي. الله، ايه ده؟ انت بتعمل ايه كده برضو؟ اللي معاه القمر يا استاذ فتحي يسيبه ويخرج؟ معقولة برضو تلبس وتخرج كده؟ مشوار يا روحي وراجع على طول. هقول يا فتحي، مشوار ايه بس دلوقتي؟ مشوار ايه اللي يخليك تسيب عروستك في الصباحية؟ معلش يا روحي، ده نص ساعة بس، نص ساعة وراجع على طول، ومعايا بقى احلى هدية لست الكل. فتحي، نص ساعة؟ ايه يا مجدي، هو المفروض يعني اني انا اللي اجيلك لحد عندك اطمن عليك، ولا انت يا اخي اللي تجيلي؟ على الاقل تبارك لجواز اختي احلام. يا راجل، دي الشقه قصاد الشقه. معلش يا كابتن محمد، عموما ده بيتك برضه. حلوه يا كابتن دي. انت شايفني يعني جاي لك بشورت وفانيلا؟ هي دي الصداقه اللي بينا؟ اصلي كنت حاسس ان المساله وما فيها اسمع يا مجدي، انت ما تقدمتش لينا رسمي علشان نرفضك وتزعل كده. احلام اختي وانا عارفها كويس، ليها دماغ لوحدها، دايما يا اخي بقى تحب تبص لفوق. عارف يا محمد انها دايما تبص لفوق، عارف ان عينيها دايما على الجاهز، ملهاش صبر للتفصيل، واول بدلة جاهزة شافتها في سكتها زاغت في عينيها حتى من قبل ما تقيسها. كل واحد بياخد نصيبه يا مجدي. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا اخويا، اتفضل. يا سلام يا خال، اسمه ايه بس التعب ده كله؟ يا ريس فتحي، وانا جبت لك يعني الديب من ديله ولا خلاص علشان ما اتجوزت ما عدتش عايز حاجه من خالك؟ ربنا يكرمك. لا ازاي بقى، ده انت الخير والبركه يا عمو. بفوت عليا في الشغل على الاقل تسال عليا. ده انت من يوم ما اتجوزت وبقالك شهر ما بتسالش. مصمم تسافر وتسيبنا يا مجدي يا ابني؟ غصب عني يا امي. عندك حل تاني يا امي؟ يا سي مجدي، وعلى الاقل قلبك يبطل يدق، او يمكن عايزه يتوه زي ما غيرك تاه. لا يا طمني قوي، ده كفايه معرض العربيات اللي عند جوزها، ده غير الشقق اللي بسم الله ما شاء الله على البحر طلة. كل دول مش هيخلوها تتوه ابدا. غيرها بقى تايه مع انه عارف سكته.
عند اول اشاره بابا فتح باب العربيه ونازل جري يصرخ في الشوارع ويقول لي ايه توبه اركب معاكي في عربيتك تاني. عنده حق والله يا حبيبتي، عنده حق. اذا كنت انا ذات نفسي بخاف اركب معاكي. انت ناسيه يا خضار السوق اللي لميتيه فوق العربيه وجريتي بيه، ولما شفتك اتخضيت افتكرت ان انت اشتريتي السوق كله. اعمل ايه بس يا فتحي؟ عربيه الخضار هي اللي طلعت لي مره واحده كده ما تفهمش ليه. يا خبر ابيض. سلام سلام يا حبيبي. حياتي انا حاسه اني عايشه في هنا، طايره في السماء. اكيد ربنا بيحبني قوي علشان بعتك ليا، عشان كده اول ما شفتك من غير ما تردد اخترتيني على طول. ايه يا انور عملت ايه؟ ايه الاخبار؟ بالراحه عليا يا محمد بيه، بالراحه عليا. اولا الشقه اللي كانت البضاعه هتتخزن فيها كانت على نصة الشارع اللي ساكن فيه سعادتك. اولاد الايه؟ جنب كده عيني عينك. وطبعا قالوا يخلصوا مني بالمره. طب معرفتش متأجرة ولا تمليك؟ دي متأجرة مفروش لمدة شهر، ومدفوع فيها تأمين كمان، وهي باسم فؤاد الصاوي. فؤاد الصاوي؟ ما سمعتش عنه قبل كده. لا ابدا، يمكن يكون اسم مستعار او جديد في الكار. والاحتمال الاول هو الارجح، لانه مش ممكن يقوم بعملية كبيرة زي دي، وجه جديد مش ممكن. طب البضاعة راحت فين؟ ازاي تفلت من ايدينا بس؟ لا 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 لا، اطمن يا باشا اطمن. في واحد منهم قدرنا نرصد تحركاته، اللي سعادتك شفته تحت البيت، وعرفنا عنوانه وخط سيره. هي مسألة وقت وهيكون في ايدينا. خلاص بقى يا احلام، ابقى اجيب لك عقد تاني بداله. يلا. ده فيه فصوص الماظ ويساوي كتير قوي. معقولة يبيع كده على الارض؟ انت ناسي انه من ضمن الشبكة بتاعتي كمان يا فتحي؟ يا بنتي يا حبيبتي افتكري، مش يمكن نسيتيه في العريش. فكري. والله ما انا عارف لزومها ايه بس الشحطاطة دي يا اولاد، في العريش ومصر وهنا وهناك. خف شوية يا احلام يا بنت، انت ناسي انك حامل ولا ايه؟ الله، جرى ايه بس يا بابا؟ ده انا ما بصدق اروح العريش علشان اريح اعصابي في الشاليه بتاعي. خلاص بقى بتاعك ولا بترمي لقدام؟ وبعدين يا فتحي انت مش وعدتني يا حبيبي انك هتكتبه باسمي؟ ياه، ده الوقت بيجري. يلا يا احلام نروح نستريح من السفر شويه. ما تنساش يا عمي الشنط دي خليها معاك لحد ما ابعت لك السواق ياخدهم. عينيا. وبيقول كمان يا ماما في الجواب انه هيحول مبلغ كبير قوي باسمك في البنك. يا حبيبي يا مجدي يا ابني، مش ناس امه، ربنا يعينه على غربته. ده حظه من السما يا ماما، لقى شغل وايه في شركة كبيرة قوي هناك ومبسوط جدا فيها. ابن حلال ويستاهل كل خير. جراي بس يا عم مصباح، انت بتكلم واحد هندي؟ معقول البضاعة تكون متخزنة وفي بيت الضابط؟ معقول الكلام ده؟ مش معقول ليه يا حسنين؟ ما هي كده في الامان. مش بقولك الواد فتحي ده ما جابتوش ولاده؟ لا وايه، شايلهم امانه في الشنط عند ابو الضابط كمان. عجايب.
مظبوط يا فتحي. خليهم 2 يا عنتر. ماشي يا عم الكل، عندك 2 شاي بالزبده حلاوه. زي ما قلت لك كده يا ابو جاسر، تروح للشيخ وتفهمه على الطلبيه الجديده، اصل الباشا مشتاق قوي. على قد الجول يا سيد فتحي، بس راح يصير لي سياره عموله. اكلم الباشا، ومش خساره فيك يا ابو جاسر، بس المهم تخدم في الطلبيه دي، وما تنساش تبقى تخنصر في العينه. طبعا انت فاهم. جاي على ميه بيضه لحبايبنا حلاوه. الوقت مر سريع ولازم اغادر هالمكان هالحين. وعلى فكره معرض السيارات هذا ما بنتقابل فيه بعد اليوم. انت قايم ليه؟ الشاي لسه ما جاش. حياك الله، نشربه في صحه العمليه. يظهر يا ستي ان الاكل ما عجبوش. الحمد لله. ما هو لو كان عجبك كنا شفناك على طول، بدل ما احنا بنشحتك كده يا سي محمد. كده برضه يا محمد. الظاهر بقى كلام فتحي مظبوط. لا بقول لك ايه يا فتحي، ما توقعنيش باحلام اختي احسن ما خلصت منها يا اخويا. خلاص يا احلام، براءه. حبيبتي اعمل لنا كوبايتين شاي وهيتعوض حاجه يعني. ايه يا محمد بيه، مالك يعني مش في الفورمه اليومين دول؟ ما انت عارف فتحي، الشغل مش مخليني حتى اعرف اكل كلهم على بعضها. صحيح. ايه اخبار الجماعه بتوع الشقه المفروشه اللي على ناصيه بيتكم دي؟ ما هو ده الموضوع المعقد اللي شاغل كل وقتي، بس الحمد لله قدرنا اخيرا نمسك الخيط. ايه طمني. اصل الواحد بيحب المغامرات دي قوي. خلاص يا سيدي، تعال اشتغل معانا ونعمل لك مكافأة كمان. بس ما قلتليش مسكت الخيط ازاي؟ دي فعلا حاجة تحير، مش كده برضو؟ والله يا فتحي ما اكدبش عليك، كنا حاطين عيننا على واحد منهم من فترة، والحمد لله قدرنا نمسكه عند مدخل العريش. برافو. ونقطة المراقبة بتاعتنا اللي عاملينها هناك قامت بالواجب معاه. العريش. ومين اللي شارع على البني ادم ده يروح العريش من اصله؟ يا باشا ده مهما كان حسنين الراجل بتاعنا برضه، ومش ممكن يكح باي كلمه مع البوليس. ما خلاص يا حبيبي، دول جندوه خلاص. امال معناه ايه يحفظوا معاه التحقيق وماسكين معاه كام تذكره بودره؟ لا 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 باشا، ده واد عقر. حسنين خلاص بقى كارت محروق. معقوله يا باشا؟ واول هام لازم نشوف له تصريفه. طب وتاني هام يا باشا؟ تنساش انك انت ابن اختي زي ما الناس كلها عارفه. يعني مش عايزك تقفل الستاره كده بدري. عايزك تسبق الدور كويس. يعني مش عايزهم يحسوا باي حاجه وتزورني في المصلحه زي الاول. يعني مش عايز ابو نسب، ابو نسب يحس باي حاجه. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. مدير الفندق اللي كان باسمك بلاغ النجدة؟ ايوه يا سعادة الباشا، انا دي جريمة قتل بشعة يا فندم، واول مرة تحصل هنا في الفندق حاجة زي كده. هي دي الشنطة اللي لقيتوها جنب جثة حسنين؟ ايوه يا فندم، كل حاجة في مكانها، والبوليس معين على الغرفة حارس زي ما سيادتك شايف. حضرت لنا كشف باسماء النزلاء؟ ايوه يا باشا، اتفضل. دسوقي عبد الكريم، حسام عبد الله، اشرف موافي، جاسم رماح المساعيدي. مين جاسم رماح ده؟ ده سيادتك تاجر من العريش، كل فترة والتانية ينزل عندنا هنا في اسكندرية. ومفيش حد من النزلاء كان ليه علاقة بالقتيل؟
لا يا فندم. بس سيادتك كان في واحد كده جه سأل عليه وما غابش عنده. مين هو؟ مين؟ اسمه معايا يا فندم في ورقة اهي. اسمه فؤاد الصاوي. فؤاد الصاوي؟ مش ممكن. يعني ايه هدوم حريمي؟ انتم اكيد ما فتشتوش كويس. ابدا يا محمد بيه، ابدا يا فندم. زي سيادتك ما انت شايف مفيش اي اثر للمخدرات، مجرد شنطة سفر عادية كلها هدوم حريمي عقد. يعني ايه؟ انا كنت واثق من حسنين وخلاص العملية كانت هتخلص. لا لا لا، ده في خدعة يا انور، اكيد في حاجة غلط. دول قتلوه قبل الميعاد اللي كانوا واخده معانا في الفندق. طب بس مين اللي قال لهم على الميعاد ده؟ مين؟ كان لازم تعرفني يا باشا، كان لازم تعرفني ان الشنطة اللي معايا دي بتاعتي. معناه ايه تتفق مع حسنين انه ياخدها من البيت من عندنا سايبه من ورايا؟ ها؟ ده ربنا ستر انه ما اخدش الشنطة التانية. كان يبقى الوضع ايه بقى لا مؤاخذة؟ ها؟ انت مش مستأمني ولا ايه يا باشا؟ ايه ده يا ابن اختي، كان لازم اعمل كده. لازم الاختبار ده علشان نشوف ميته. لو بلغ ساعتها نعرف انهم جندوه. طب فهمني بقى، خليتني اقتله ليه؟ ها؟ انا لو اعرف ان الموضوع كده ما كنتش لعبت معاكم من اصله. فتحي صوتك بدأ يعلى. الظاهر بدأت تنسى الخير اللي انا معيشك فيه. ما هو كله اكسسوار للمسرحية يا باشا، ولما تقفل الستارة كله على المخازن على طول يا باشا. ده انت قدمت رقبتي ليهم. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ كلب وراح ومفيش حاجة حصلت. ركز معانا بس في اللي جاي، ركز في التقيل. هذا والله عظيم يا مجدي، وايد زين. لا ولسه، لما المناقصة ترسى علينا كمان الشركة هتكسب كتير جدا من ورا العملية دي يا فندم. عادي فراسة هدير يا مجدي. أول ما شفتك خدتك تشتغل معي هنا في العقود، كنت حاسة كتير إنك هتحمل المسؤوليات، والحمد لله وايد زين. الشركة حققت أرباح بفضل الله وبمجهودك يا مجدي. والفضل برضو لحكمة إدارة سيادتك للشركة يا فندم. مجدي أرجوك بلا كلمة فندم هذه، حكيت معك كتير، لا تقول هالكلمة. ما هو حضرتك برضو صاحبة الشركة وأنا يعني مجرد موظف فيها. لازم الاحترام، ده غير ان سيادتك ليك الفضل في حاجات كتير. مجدي ما احب اسمع هذا الكلام. لولاك ما رجعت لي ثروتي اللي كانت هتضيع بعد المرحوم والدي. وجودك هنا في الكويت كان السبب في اني اخرج نفسي من سنين الحداد اللي كنت عايشاها. خلاص يا ستي، كل ده عشان الكلمة دي. طب خلاص، سماح المرة دي يا أخت هدير. مجدي ما أحب أسمع كلمة أخت هادي. اتفقنا مجدي؟
فتحي، كل يوم سفر وشغل سفر وشغل. انت ليه مش حاسس بيا؟ انا خلاص بقيت زي اي كرسي سايبه هنا في البيت، وحتى كمان همله ومش بتقعد عليه. يا ماما ده شغل فلوس. عارفه يعني ايه فلوس؟ ده السحر اللي زغلل عينيكي اول ما شفتيني. دي نعمة يا أحلام يا روحي، وبلاش زن كتير عشان تزول من وشك. كل ساعة والتانية تقول أنا مسافر لما زهقت. يا بنتي بلاش جنان، ده انت عايشة في نعيم، شاليه وعربية ومجوهرات. عايزة ايه تاني؟ عايزاك يا فتحي، عايزة فتحي يرجع لي، فتحي بتاع زمان. طيب أنا نازل أدور لك عليه. يعني التسليم هيكون هنا في اسكندرية عينك كده يا باشا؟ ايوه يا اخي، واسمع اللي بقولك عليه. انت من النجم هتسافر على ايطاليا، تتفق هناك مع الخواجه خريستو على الطلبية الجديدة، تحدد معاه العربون، ترجع بعدها على عريش طوالك، ونتقابل في الشاليه اللي انا مأجرهولك. وما تنساش الميعاد، دلوقتي لازم نسلم في الوقت المظبوط. عارف يا باشا، في ميعاد النوة، فاهم وحافظ يا باشا. ايوه يا ابني، ده السكر اترفع عليها قوي. ده حتى الدكتور قال لها تاخد 8 شرط انسولين مرة واحدة. كل ده حصل لماما في الاسبوع اللي قعدته مأمورية في القاهرة؟ ما انا لسه يا دوب سائل عليك، قالوا لي لسه راجع من المأمورية دلوقتي. قلت افوت عليك هنا في مكتبك قبل ما تروح البيت، وهو بالمرة نروح سوا للدكتور ونحدد معاه ميعاد تاني لامك. ادخل. تمام يا فندم، النيابة طالبة الأحراز اللي عند سيادتك بتوع القضية 556. تعالى يا شوش استلمهم على الدفتر اهم. ايه ده يا محمد يا ابني؟ ما هم دول اللي كانوا في الشنطة اللي لقوها مع جثة حسنين في الفندق يا حاج، زي ما حكيت لك. وريني العقد ده كده. يا سبحان الله، زي ما يكون فولة واتقسمت 2 من عقد احلام اختك اللي فتحي جابه لها في شبكتها وراح منها. بتقول ايه يا حاج؟ وضح كلامك، عقد ايه وايه الموضوع ده؟ انت متأكد؟ الا متأكد، ده العقد انا شاريه بنفسي يا ابني، ولا جايز يكون اخوه، الله اعلم. والحمد لله قدرنا نمسكه عند مدخل العريش. هايل. ولما انتوا جنتوه يا محمد بيه، ما دلش على الناس اللي شغال معاهم؟ اصل الناس دي تبيع اهاليها، او يمكن تكونوا لقيتم معاه حاجة لما مسكتوه وهو خارج من العريش. ايه اللي عرفك انه اتمسك وهو خارج من العريش؟ ما يكونش مكشوف عنك الحجاب يا فتحي؟ مالك يا محمد؟ رحت فين يا ابني؟ من ساعتها بقول لك يلا نلحق الدكتور عشان نلحق والدتك، وانت ولا انت هنا. يلا يا حاج يلا. خلاص يا بابا، انا ما عدتش طايقه اسمع سيرته خالص. على طول سايبني، شويه يقول لي رايح مصر، وشويه ايطاليا، وشويه العريش. خلاص زهقت. عيب يا احلام يا بنتي، ده مهما كان برضه جوزك وشغله عايز كده. وكمان بلاش الزعل ده مش كويس عليكي. انت ناسي انك حامل. انا مش عايزه ادوشكم يا بابا، انا جايه بس اطمن على ماما وماشيه على طول. مالكيش دعوه بيا، اهم حاجه شوف انت صحتك ومصالحك. اهي يا ست امك دايما اعصابها تعبانه ومش عايزه تسمع اي نصيحه. خلاص يا جماعه، تاهت والإناء. ايه رايكم نروح كلنا كده يومين العريس؟ على الاقل ماما تهدي اعصابها هناك وتغير جو، وهي فرصه. فتحي مسافر وانا قاعده هنا لوحدي.
والحمد لله ان انا خدت من وراها المفاتيح وطلعت عليها. يوه، وليه كده يا بنتي؟ الله، بعدين يزعل ولا حاجة؟ يزعل والله. اهو محمد جيت في وقتك يا سيدي. ازيك يا احلام؟ اهلا. ايه متجمعين عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. اسمع يا سيدي، احنا اتفقنا نطلع كلنا رحلة كده للعريش في الشاليه عندي هناك. وفتحي فين؟ مسافر بره. خلاص يا ستي، اطلع انا معاكم، وفرصة بقى اغير جو انا كمان. يا سلام، اهو ده الكلام. يا خبر يا ولاد، اما كان حتة مشوار. بس ايه رأيك بقى في الشاليه بتاعي يا ماما؟ تعالي معايا شوفي كده. بصي الله، هنا. حلوة قوي. بصي الكورنر ده تحفة صح؟ حلو. وشوفي شوية الهوا دول يا خبر يا حبيبتي. ايه رأيك بقى يا بابا؟ حلو يا بنتي، انا خلاص بعد المشوار والعشوة التقيلة دي مش قادر اطلب طولي. نقوم ننام يا جماعة، كفاية كده. ومين سمعك يا بابا؟ ده احنا داخلين على نص الليل اهو، وبكره الظهر لازم اكون في الشغل. يهو، هو انت لحقت يا ابني؟ ما انت قاعد ويانا، دي كلها ليلتين وماشيين كلنا. انتوا لسه هتتكلموا؟ اقوم انا انام بقى. فين يا بنتي المنامة بتاعتك؟ معلش يا بابا، الجناح اللي فوق لسه بنوضف فيه ومكركب على الاخر. شوف، مفيش بقى غير اوضه واحده جاهزه، احنا ممكن نريح فيها كلنا. ما تعملوش حسابي، انا هنام على الكنبه الكبيره دي. كلكم زي بعض الرجاله دول والله، عامل زي فتحي جوزي بالظبط، ما يحللوش النوم غير على الكنبه اللي في الصاله دي. ايه الحكايه؟ الساعه كام دلوقتي؟ ده لسه الجو بره ليل خالص. الحمد لله على سلامتك يا فؤاد. فؤاد؟ مين اللي خبط بره ده؟ ما تفتح يا فؤاد، افتح يا جدع. فؤاد الصاوي. فؤاد الصاوي؟ مش ممكن. الحمد لله على السلامة يا مجدي يا ابني. الله يسلمك. كنت خايفة لا يجرالي حاجة قبل ما اشوفك. قطعة الغربة وايامها اللي بتفرق الاحباب. وبعدين بقى يا ست الكل، وبعدين ما انا رجعت اهو الحمد لله، وهيتلم الشمل من تاني. معلش يا سي مجدي، معلش، برضو انت بقالك سنة غايب عننا كلنا. اعذرها يا اخي. احنا قلنا ان خبر الخطوبة بتاعتي ده هيفرحكم كلكم. انتوا هتقلبوها لي دراما ولا ايه؟ صحيح. قول لي بقى، هدير مش كده؟ احكي لي عملت ايه؟ عملت ايه معاها؟ احكي لي بقى يا اخي. شوف يا ست، وينك يا فتحي؟ والله الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. ايش الحكاية؟ الوليد ربيع نادى عليك في الشاليه ليلة الخميس الماضي كالعادة، وانتظرناك. ايش الدعوة؟ نادى عليا؟ ايه ده انا لسه جاي من السفر اول امبارح، ويا دوب قعدت ليله في اسكندريه وجيت على العريش هنا على طول. والله هذه قصة غريبة. ما كنت قاعد ومنور الشاليه زي عادتك، وهذه هي كلمة السر بوجودك، وفي الساعة المحددة
نادى عليك ربيع. لا 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 لا، ما حصلش. لا واحنا بنلعب ولا ايه؟ مش كنت بتاخدوا بالكم وتتأكدوا مين الموجود؟ سلامة عجلك يا ولدي، سلامة عجلك، ما في حد بيخش لي غيرك. ايه ده؟ المهم انك تركز معنا. البضاعة على وصول، والباشا هيسلمها بنفسه. يا خبر ابيض، مفيش غيرها. ايوه هي اللي عملتها. بس ازاي ده المفتاح معايا، ازاي ده حصل؟ ايه احنا في خطر والله يا ابو جاسر. تقصد البضاعة يا شيخ مساعد؟ لا والله البضاعة في امان، وزمان البحر مساويها، وكل ايام وتوصل. وايش بتقصد يا شيخ؟ خبرني. الراجل هذا كرته محروق، وشاعر انه بيلعب مع الباشا بتاعه هذا، وهذا لعب تقيل في الظلام. والحل يا شيخ؟ ما في غير انه يلحق بحسنين. سيب المسألة هذا علي، بس أهم شيء نركز في معاد التسليم، ويبقى يحلها بعد كده الحلال. اطمن يا ابو جاسر، ننوه على وصول. مش ممكن، مش معقول يا محمد بيه. العقد والشاليه وكلمة السر اللي سمعتها، كل ده يأكد شكوك يا أنور. لو الكلام ده أكيد يبقى احنا قدرنا نكشف لغز قتل حسنين وعملية التهريب. فاضل بس نعرف مين هو الباشا. العملية طولت قوي يا أنور، لدرجة إن الإدارة في مصر كانت داسة ضابط المكافحة بين العصابة، بتنكر بينهم وشغال معاهم من ساعتها. ده معناه إن احنا آخر من يعلم. ربنا يستر في تقرير السنة دي. أنا عرفت كده إن في واحد من المباحث معاهم لما كنت في مصر، بس ده مش معناه عدم ثقة من الإدارة فينا ولا في مكتبنا. ما تنساش إن المصلحة واحدة. ألو؟ أيوة عبد الستار، تقول إيه؟ خلاص مع السلامة. جهز القوة أنور، واتصل بسرعة بسلطات الجمرك في بورسعيد تجهز لنا نقطة مراقبة ثابتة في عمق البحر في الكيلو 26. المرشد بتاع الإدارة رفع مسرح العمليات وبلغ بميعاد التسليم. خير يا فندم، إيه اللي حصل؟ الجو بره زي ما أنت شايف مقلوب، والريح شديدة والبحر هايج. عارف ده معناه إيه؟ وأنا جاهز يا فندم. مجدي، يا كان نفسي أشوفك من زمان. يا خبر، زي ما يكون حلم. معقولة انتي؟ هو انت أحلام حقيقي. أنا مش مصدق نفسي. الهانم هنا. مجدي، أنا أحلام يا مجدي، أحلام. عارف إنك أحلام، والغريب إنك لسه فاكراني. مجدي بتاع زمان، لسه فاكرة الناس الغلابة اللي في البيت القديم ده. اسكت، يا ريتني ما خرجت منه. يا ريتني يا مجدي، على الأقل كنت لاقية في نفسي. لاقية في نفسك؟ والأهم من كده يا هانم إنك لاقية اللعبة بتاعتك اللي كنت بتلعبي وتتسلي بيها زي ما تحبي. مجدي، أنا وطبعا الصغير لازم يكبر، ولما يكبر لعبه معاه بتكبر. يعني بدل العربية الصغيرة أم زنبلك تبقى شبح مثلا،
تبقى شاليه على البحر. أرجوك أرجوك افهمني يا مجدي، أرجوك حاول تفهمني. أرجوكي أنت يا أحلام، أرجوكي أنت زي ما أنت شايفة إحنا على سلالم البيت وكل واحد وله طريقه، وأظن أنت عارفة طريقك كويس. مجدي أنا نازلة. أنا طالع يا أحلام. زين يا ابو جاسر، زين. شايف يا ابو جاسر؟ هذه اشاره جايه من المسجد البعيد. بعدها السور اللي بظهر الصوت. فعلا يا شيخ صحيح، مركب صيد محترمة. شايف الغواصين جاهزين مع سلطان، هذا هم بيعوموا وجايين ناحيتنا. البضاعة يا شيخ، شايف؟ والله زين 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 زين. نفسي اعرف اداره المرشد اللي معاهم، كان لازم يكون في تنسيق اكتر من كده. ما هو يا فندم المرشد هو اللي هيدي اشاره الهجوم يا محمد بيه. اول ما هيزعق ويقول مبروك يا شيخ، القوه هتهجم على طول. شايف يا انور العربيه اللي رايحه ناحيتهم على الشط دي بتدي اشاره ضوئيه اهي، دي بتقرب مننا. خد مكانك بسرعه يا انور. مش ممكن، مش معقول، ده عم امين زميل بابا وخال فتحي. الله، ايه اللي جابه هنا؟ متهيألي الالغاز بدأت تتحل يا محمد بيه. شد بسرعة يا سلطان، اسحب علينا بسرعة. كله تمام يا شيخ مساعد، كله تمام يا ابو جاسر. نجهز برجال يا فتحي، ومعايا الباشا على بعد 50 متر هناك مستني في العربية. زين. قلت المرة هذه زين زين. يلا يا رجال، الهمة، يلا نحمل على العربيات. يا سلام يا شيخ مساعد، خلاص البضاعة كلها انسحبت إلى البحر. مبروك يا شيخ، مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك. ايش الحكومة يا جاسر، الحكومة يا جاسر. يا حد اتحرك. عملتها يا محمد. ارموا السلاح، اي حركة هنضرب في المليان. كله ارمي السلاح. وقعت يا فتحي. اقصد يا فؤاد يا طاوي. محمد، خدهم على العربيات يا انور، اقبض عليهم كلهم. الله يعطيكم العافية. خلاص يا ابو جاسر، اقصد يا سيادة المقدم. الستارة هتنزل. سيادة المقدم؟ وكلها دقايق والحدوتة تنتهي. وبالاطلاع على أدلة الثبوت المرفقة بالمحضر، وهي عبارة عن عدد 150 تربة حشيش، أمرنا نحن أمجد أبو النصر وكيل النائب العام بحبس المتهم فؤاد الصاوي علي والشهير بفتحي 4 أيام على ذمة القضية رقم 506 جنايات باب شرق، وذلك بتهمة قتل المجني عليه حسنين أبو الوفا حسنين عمدا مع سبق الإصرار، وكذلك الاشتراك بالاتجار في المواد المخدرة على أن يراعى تجديد حبسه في المواعيد المقررة. مظلوم يا بيه، مظلوم.
انا السبب يا بابا، بس ده واجبي، ما كنتش اقدر اتخلى عنه. لا يا ابني، ده شغلك وواجبك. اذا كان في حد مذنب يبقى هو انا اللي ما استفدتش من خبرة العمر الطويل. بس حاول ايه، لطفك يا رب، لطفك يا رب، ربنا يصبرك يا بنتي. مسكينة يا احلام، كل حي بياخد نصيبه، وهي لما يتحكم لها بالطلاق يمكن ده يخفف عن نفسيتها شوية. ودلوقتي يلا بينا يا حاج نجامل مجدي، على الاقل نحضر كتب الكتاب قبل ما اروح شغلي. صحيح كل واحد بياخد نصيبه وعلى قد ضميره وعمله. كنتم مع أحلام في دنيا الأقدار. الهندسة الصوتية رضا الدفراوي، السيد زكريا. المخرج المساعد نادر عبد الغني. أحلام في دنيا الأقدار، محمد عبد السميع أبو النصر، محمود فتح الله.